اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده معادنا مع فيديو جديد. طبعا زي ما احنا عارفين من حوالي 5-6 ايام كان في مشكلة كبيرة في منطقة المقطم، وفي كلام كتير جدا بيتقال، اشاعات كتيرة وناس كتير بتتكلم، ومحدش فاهم الصح فين والغلط فين، ومحدش عارف الحقيقة فين. وهل الأنبا أبانوب هو اللي قدم استقالة، ولا البابا هو اللي أجبره على تقديم الاستقالة؟ هل هو فعلا هيرجع الدير؟ هل البابا هيقبل الاستقالة ولا هيرفضها؟ كلام كتير قوي عمال يتنطور يمين وشمال، ومحدش فاهم ولا عارف الصح فين. ناس كتير جدا اتكلمت وقالت ان البابا تودروس هو اللي عايز الأنبا أبانوب يمشي، وناس كتير جدا اتهمت البابا تودروس بانه هو يعني منحاز لفكرة الترانيم والتنطيط والحاجات اللي كان بيعملها ابونا سمعان في الدير، بدليل ان البابا تودروس لما مسك البطريركية ولما بقى هو البطرك ما وقفش ابونا سمعان عن الخدمة، بل بالعكس كان سايبه. لكن ناس كتير برضو قالت لا، البابا تودروس مش كده ابدا، البابا تودروس احكم من كده وارثوذكسي حتى النخاع. ناس كتير جدا قالت كده وانا اولهم. البابا تودروس من احكم البطاركة اللي موجودة في تاريخ الكنيسة، يعني حكيم جدا جدا ورجل يعني محب جدا جدا، ولكن هو بيحب يدي الفرصة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، زي سيده، زي السيد المسيح بيدي الفرصة مرة واثنين وثلاثة وألف. لكن كل ده طبيعي. اللي مش طبيعي ان احنا نتهم البابا بحاجات هو بريء منها، ده اللي مش طبيعي، ودي الحاجة اللي تحزن، ودي الحاجة اللي تخلي الواحد يتضايق. يعني احنا بنطلع اشاعات على كل حاجة، ما فيش حاجة ما طلعناش عليها اشاعة. بنطلع اشاعات على بابا الكنيسة، هي حصلت يعني وصلت بينا لكده. ما علينا من كل ده. دلوقتي احنا بنتكلم في نقطة واحدة بس. بعد البابا تودروس ما قال في الاجتماع بتاعه اللي فات يوم الأربع، لما كان بيتكلم وقال ان كل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده ما حصلش، وان الأنبا أبانوب هو اللي قدم الاستقالة، وكتب كده بسبب ظروفي الصحية. يعني هو بيقول ان هو تعبان ومش قادر يكمل. ناس اتكلمت وقالت ان الأسقف ما بيستقلش لان الأسقف مش موظف، الأسقف ده راعي أب، والأب عمره ما بيستقيل حتى لو سنه كبر. يعني حتى لو هو سنه كبير ما بيستقلش. يعني انت باباك لما سنه بيكبر بيستقيل وبيمشي من البيت؟ لا، بيفضل موجود وهو بيفضل أبوك. فالأسقفية ما فيهاش استقالات، ولا البطريركية فيها استقالة. الحاجات دي ما فيهاش استقالة، لكن فيها ان انت تروح الدير كأسقف تقعد، ونجيب أسقف تاني يقعد بدالك، ودي بتبقى من غير استقالة، دي بتبقى بالترتيب مع البابا. انا عايز اقعد لان انا تعبان، هاتلي اسقف تاني يقعد مكاني وانا همشي. ناس كتير جدا في المقطم سمعت بموضوع الأنبا أبانوب وان هو هيمشي، اتجمهروا وقفوا قدام الدير وبدأوا يتكلموا في ان هم عايزين الأنبا أبانوب حتى لو غصب عن البابا، لان في فكرهم ان البابا هو اللي عايز يمشيه. لكن البابا نفسه لما قال ان خدمته كان فيها ضعفات، ناس كتير هاجت وناس كتير قالت لا، ضعفات ايه بقى؟ تعالى، ده الأنبا أبانوب وقف وقال بعلو صوته انا ارثوذكسي وجاي احافظ على الايمان الارثوذكسي هنا في المقطم. ده الأنبا أبانوب وقف وقفة اسد لابونا سمعان. ده الأنبا أبانوب وقف وقفة أسد للناس اللي كانت بتقف على في مسرح المقطم وتقعد تقول ترانيم وتتنطط، وكان شكل غير أرثوذكسي ومش مقبول في الكنيسة. وراح جاب الخادم ده وقال له يا ابني عايز تخدم هنا يبقى تبطل التنطيط والرقص واللي انت بتعمله ده، وترنم ترنيم أرثوذكسي خالص، وإلا ما تخدمش.
قال له ماشي. المرة اللي بعدها نفس الكلام، اللي بعدها نفس الكلام، اللي بعدها نفس الكلام، لان سيدنا الانبا منوب بيحضر الاجتماع ده ولقى ان الراجل ده ما بيستجيبش. جابه تاني قال له انا قلت لك لو مش هتستجيب للي انا بقوله لك هتمشي، والنهارده بقول لك يا تخدم صح يا تمشي. قال له همشي. قال له امشي براحتك. ولما مشي طلع يشهر بالانبا ابانوب وبيقول ان هو بيرفض الخراف، وهو اللي بيبددها، وهو اللي بيبعدها عن سكة السيد المسيح، وقال كلام كتير قوي. لازم تفتكروا كلام الانبا رفائيل لما كان بيتكلم ويقول على لسان البابا تودروس، لما كان بيقول البابا انا سايب اسد في الجبل على الانبا ابانوب في جبل المقطم، فكان بيقول انا سايب اسد في الجبل، هو ده اللي هيعدل الميلة في المقطم. لان المقطم زي الانبا رفائيل ما قال هي منطقة استثنائية كده، ليها ظروف خاصة. الناس اللي فيها اللي هم بيلموا الزبالة، والناس اللي فيها الناس البسيطة، وابونا سمعان ده خدمهم وكان بيروح لهم العشش وكان بيروح لهم القهاوي وخلاهم يبطلوا مخدرات ويبطلوا مش عارف ايه، خدمهم. لكن ميول ابونا سمعان ما كانتش ارثوذكسية حتى النخاع، يعني كان فيها شوية لعب كده، كانتش مظبوطة. وده اللي ما كانش عاجب الانبا ابانوب، وده اللي الانبا ابانوب رفضه وقال لا انا هنا بحافظ على الايمان الارثوذكسي. طب الناس لما راحت اتجمهرت قدام الدير بتاع المقطم، سيدنا طلع وقال لهم بعلو صوته حافظوا على الارثوذكسية، حافظوا على الارثوذكسية، سواء انا موجود سواء انا مش موجود، اسقف تاني اسقف تالت اسقف عاشر، الارثوذكسية حافظوا عليه، الايمان حافظوا عليه، الكنيسة حافظوا عليه. فالناس بدأت تمشي، وبعد كلام البابا الناس يعني غضبت اكتر، بسبب ان البابا قال ان خدمته كان فيها ضعفات، لان في ناس شايفة ان هو خدم خدمة محدش خدمها في المنطقة دي، منهم كهنة ومنهم اساقفة اشادوا بالخدمة بتاعته. وفي ناس كتير قوي اعترضت على الكلمة دي، وفي ناس وافقت وقالت ان من ضمن الضعفات اللي في خدمته ان هو ما وقفش ابونا سمعان قبل النياحة وسابه، وان الخدمة هناك في الكنيسة في المقطم في ميول مش ارثوذكسية موجودة على المنابر، هو سايبها. فطبعا الموضوع أثير بشكل كبير، ولكن مش ده اللي يعمل المشكلة الكبيرة دي، يعني مش الإشاعة دي أبدا اللي تعمل المشاكل دي. اوعوا تفكروا ان الإشاعات اللي بتطلع دي ما بيتعرفش ان هي إشاعة من أول لما بتطلع إشاعة، احنا عارفين كويس. لازم تفهموا حاجة، الكنيسة مش مستنية ان احنا ندافع عنها او ندافع عن ابائها، الكنيسة بتدافع عن نفسها بنفسها، المسيح بيدافع عن كنيسته بنفسه. لازم تفهموا حاجة، سواء الانبا ابانوب مشي، سواء الانبا ابانوب قعد، سواء البابا مشي، سواء البابا قعد، الكنيسة باقية قوية الى المنتهى. يعني من غير اي حد في الكنيسة تمشي، من غير اي حد خالص، من غير اباء، من غير كهنة، من غير اساقفة، من غير اي حد هتمشي. المسيح يمشيها بكلمة، ولكن الاباء موجودين للتوجيه، للتعليم، للتنظيم. زي المسيح اختار الرسل، كان يقدر المسيح يوصل كلمته لكل العالم من غير حد، لكن الله اختار رسل قال لهم روحوا اكرزوا بشروا. فاحنا كمان لازم نبقى عارفين ان الكنيسة مش محتاجة حد يدافع عنها، لكن دايما الكنيسة محتاجة ان احنا نصلي لها علشان الاشاعات دي ما تهزش سلامها، ولا سلام الاباء، ولا سلام الشعب. الكنيسة ما تستاهلش مننا ان احنا نخبط في ابائها ونطلع عليهم اشاعات ونقول كلام هم ما قالوهوش ولا حتى فكروا فيه. وده كان كلام البابا تودرس لما قال الاشاعات بتطلع علينا واحنا لا قلنا ولا عدنا
ولا حتى فكرنا في اللي اتقال. ربنا يحافظ على كنيسته ويحافظ على كنيسة المقطم ويحافظ على الأنبا أبانوب ويحافظ على شعب المقطم ويحل المشكلة دي على خير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.